السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة تحريات. أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. نتمنى متابعينا الكرام تكونوا بخير في أحسن الظروف، في أحسن الأحوال إن شاء الله. وكالعادة لن نطيل عليكم في هذا التقديم، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. واحد الليله كان ديك الليله ديال عيد الاضحى، الناس ضلوا معيدين في ذاك النهار. وفي الليل جا واحد السيد للمركز ديال الدرك تقريبا جوي ديك 9 ونص الليل. قال لك اودي انا عندي واحد البنت، السيد فايت مزوج، عن الزوجه اللي كان مزوج بها وتوفات، خلات لي واحد البنيه. ديك البنيه بقات تتكبر معاه، والسيد عاود تزوج المراه الثانيه، ولد مع شي وليدات، والسيد ساكن في الباديه مع والديه ومع عائلته ومع خوته. هذيك البنيه بدات تتكبر شويه، تقريبا ولات في العمر ديالها الان شي 15 سنه. قال لك اودي اليوم حنا ضالين بحالنا بحال جميع الاسر، بحال جميع العائلات، المشاغل ديال الاضحيه وكذا وكذا. قال لك اودي راه الدريه خرجت تقريبا جوي شي 4 ونص او 5 ديال العشيه. فين غادا؟ قالت لك انا راه غادا عند دار عمي، كاين واحد السيد خويا تيقول عازل علينا. قال لك راه ما بعيد شي بزاف عليه، تقريبا شي كيلومتر ديال الطريق. قال لك حنا قلنا راه البنت راه عند خويا، وفي هذيك الليله ديال عيد الاضحى هما من العادات ديالهم انه تيتجمعوا العائله كلها. قال راه غادي الوقت اللي غادي نبغيو نتعشاو راه غادا تجي معاهم. قال لك اودي كنتفاجئ بان خويا بعد صلاه العشاء جاب العائله ديالو، جاب بناته، جاب ولادو، البنت ما معاهمش. الوقت اللي سولهم قال لي اودي واش البنت ما جاتش عندكم؟ قالوا لي لا، اصلا البنت ما جاتش عندنا، ما شفناهاش اليوم نهائيا. قال لك وهذه دابا تقريبا راه واحد 6 ولا 5 ديال السوايع على الاقل، في الوقت اللي ظنوا بان راه البنت فين، راه الوجهه ديالها عند دار عمها، الناس عائلتها دار عمها وبناته وخوته وعائلته. تيقول لك ودي لا البنت ما جاتش عندنا، بل اكثر من ذلك ما شفناهاش اليوم النهار كامل. اذا هذه البنت فين مشات وفين هي الان؟ هي دابا تقريبا جويه 9 او قرابه 10 ديال الليل. قال لي هذه البنت هذه شحال في العمر ديالك؟ قال لك اودي 15 سنه. موالفه تخرج موالفه. قال لك اودي لا هادشي ماشي سابقه من نوعها هذه القضيه في العائله ديالنا، ان البنت غتخرج وما نعرفوا فين مشات. موالفه تخرج تقول لي انا غادا نمشي عند دار عمي، غنمشي عند بنات عمي، ولكن البنت ما موالفاش تكذب علينا. ان البنت بان بحسب ما تيقول با. قال لك اودي البنت انا كذبت عليا. القانون ديال في مثل هذه الحالات ديال الاختفاء غالبا تيطلبوا الناس ديال الشرطه ولا الناس ديال الدرك، تيقول لك اودي تسنى واحد 24 ساعه غادي تعتبر اختفاء. اما الان الناس ديال الدرك ما عندهم ما غيديروا ليه، مع الاسف هذا قانون ديالنا. واخا خرجوا دوك الناس تيقلبوا، تيبحثوا هنا تيبحثوا هنا، تيسولوا هنا شي عائله قريبه وشي عائله بعيده، شي جيران. مع الاسف البنت ما كاينش اللي قال لي مودي راه جات عندي ولا شفتها ولا كذا ولا كذا. اش وقع؟ واحد الولد تيقول دري تقريبا في العمر ديالو شي 11 او 12 سنه. هذيك الليله اللي العائله ديال البنت تيقلبوا وتيسولوا هذا، تيسولوا الناس اللي في ذاك الدوار، ناس محسوبين على رؤوس الاصابع، ناس قلال تيصدقوا على هذا، يسولوا هذا. واحد الدري قال لي مودي انا راه شفتها كانت مع فلان. اي الدري صغير تيهضر مع بوت البنت. قال لي يا عمي فلان راه جيت عندك قبيله وما لقيتكش، لقيتها عمي فلان صافي لقى عم البنت. قال لي علاش؟ قال لي ودي راه بنتك كانت مع فلان، كانت جالسه مع الدراري في المنطقه عند طريق الغابه. قال لي الدراري كانوا تيشربوا وهي جالسه معاهم، وهي واقفه تيقول ليه كانت واقفه. قال لي بنتك راه مع فلان. قال لي ملي ما لقيتكش راه قلتها غير لعمي فلان صافي خوه، اي عم البنت. عم البنت تما. قال لك اودي فعلا راه جا عندي هاد الدري هذا وسمعت ليه
درت راسي ما سمعت حتى شي حاجه. الدريه مع قال لك ما صدقتوش، قال لك الدري جاب البيكالا ديالو هاز الشباكيه ديال الكارو، والدري فعلا قال لك انا راه كنت غير دايز تيلعب بديك البيكالا ديالو، وشي واحد من هذوك الثلاثه اللي كانوا جالسين وكانت معاهم البنت سخروا. قال لي والو تمشي تجيب لي الكارو. قال لي لا راه نخاف والظلام وهادي وكذا وكذا. قال لي لا ضروري تمشي تجيب لي الكارو. الدري بحسب الهضره ديالو هادشي غادي تخاد كاقوال طرف الناس ديال الدارك. الدري قال لك اودي انا مني بزز عليا داك خينا نمشي نجيب لي الكارو، مشيت قلت للوالدين البنت بغيت نقول لهم بنتكم راه مع فلان، علاش هو يسخرني وعلاش هو كذا وعلاش هو كذا. عم البنت تما في ديك الليله قال ودي فعلا انا راجع عندي ولكن سمعت لي وكذا 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 وكذا. على قلبوا في ديك الليله. هذه النقطه هذه مهمه جدا ذكرتها لان الاهميه ديالها فهاد القضيه وفي حل اللغز ديال القضيه كان مهم جدا. بحثوا هنا ما كاين حتى شي حاجه. البنت ماشي البنت تلميذه تتقرا. البنت ربما الله اعلم لان البنت ما بقاتش عايشه مع باها، ولات عايشه هما في دار واحده ولكن كتميل للجد ديالها والجده ديالها والدين باها. السيد مزوج وعايش مع ولادو من المره التاليه. الدريه بحال شويه بدات تخرج هنا شي حد في ديك الليله قال لي ودي فعلا راه بنتك تتكون مع فلان. مشاو تيدقوا على داك خينا سكران الدري في ديك الليله، لا هو ولا دوك الجوج اللي كانوا معاه كانوا هما ثلاثه والدين. الولد قال لك اودي الدري سكران فاش تهضر معاه فين غتهضر معاه؟ الدري سكران الكاو في ديك الليله ما كاين مع من تهضر. واش الدريه بقات معاه واش الله اعلم. السيد رجع للناس ديال الدار في ديك الليله قال لك اودي راه توصلنا لواحد المعلومه بان البنت راه كانت مع فلان. هنا ولا كيخاص الناس ديال الدار كيخصهم يخرجوا. جاو هزوا داك خينا من الدار ديالهم سكران. فين البنت ما فين البنت الدري تيخرج في الهضره، يدخل يخرج في الهضره عفوا، ما استفدوا منه حتى شي حاجه. زو السيد بات عند جدرميه في ديك الليله الصباح قالوا لي البنت اش من بنت؟ وقال لك البنت انا اللي كاين نقولوا لكم انا ما شفتهاش، كانت معايا البارح صراحه هي هاني. دري تقريبا في العمر ديالو شي 23 عام. قال لك انا بيني وبينها علاقه وكنمشي معاه هنا وتنجيو هنا وكذا. وفي ديك الليله اي البارح تيقول كنت انا وياه في الغابه، الوقت اللي جايين خارجين من الغابه قال لك تلاقيت مع صحابي تما. قال لك وما جلساتش معانا. قال لك انا جلست مع الدراري وقلت له صافي غير سيري. هذه الهضره ديالو. قال لك من تما بقيت شفت البنت. واخا لان الناس ديال الدار قالوا للاب ديال البنت منين جبتي حتى هذه المعلومه هذه؟ قال لك اودي راه واحد الدري ولد الدوار ديالنا راه شنو كاين قال بان شفت. قالوا لي عطينا هذا الدري هذا. الدري الوقت اللي جابوه قال هذيك اقوال فعليه. اعتمدوا على الناس ديال الدار في البحث في هذه القضيه هذه لان القادم اصعب. فين هي البنت؟ يعني مودي انا راه كنت كنلعب بالبيكالا ديالي وهذاك خينا راه سخرني. انا ما بغيتش نسخر ليه وقيلا ما عرفتش قال لي تسخر ولا كذا وبقيت يغوت عليه. قال لي سير جيب لي الكارو. قال لي انا راه الحانوت بعيد وانا تنخاف والليل هذا حتى قال لي اش من تخاف سير جيب لي الكارو. الدري بحال ما رضاش بغى ينتقم منه مشى عند اب البنت ما لقاهش. قال لك راه لقيت عمي فلان صديق خوه اي عم البنت. قلت لي عمي راه بنت خوك راه كذا راه مع فلان. ايوا وقال لك راه مشى ليها. شكون يمشي لها؟ قال لك عم البنت. قال لك راه انا جاي باش نعطي للدراري الكارو وهو داز من قدامي بالموطور لحق عليا وضوبلني وزاد. قال لك راه مني كان جاي تلاقيت معاه وقال لي انت تتكذب عليا. اي مشى وما لقاش البنت قال لي انت تتكذب عليا راه مشيت لقيت غير الدراري بوحدهم ما كايناش معاهم البنت. قال لي والله عميتها كانت جالسه كانت واقفه معاهم هما جالسين وهي واقفه. قال لي سير تلعب انت تتكذب نتايا. قال لك وانا جيت في الطريق ديالي وما تلاقيتش مع البنت وفعلا لما جيت عند الدراري عطيتهم الكارو ما لقيتش معاهم البنت. مزيان الاخر شدوا فيه الجدرميه. قال لي انت عندك علاقه مع البنت غتقول لي فين؟ قال لك الله ودي تيحلف والدراري اللي معاه قال لك ودي فعلا راه البنت راه ما جلساتش معانا راه غير حنا كنا جالسين تما هما جوج. قال لك هو جاي خارج هو وياه من الغابه تلاقينا معاه الدراري تيشربوا جلس معاهم قال صافي غير سيري انت. قال لك ودي ما وقفتش معنا تقريبا حتى شي دقيقه جيت تقول لي زيد وصلني زيدني شويه كذا. قال لا هاي سيري كذا انا نبقى مع الدراري. قال لك تقريبا شي جوج ديال الدقائق اللي وقفت معنا.
قال لك فعلا في الوقت اللي جا داك الدري وسخروا فلان قال لي سير جيب لي الكارو. ايوا قال لكم من تما بقينا جالسين حتى لواحد الوقت، تقريبا شي 8 الليل 9 الليل عاد بداو تيتفرقوا، هذاك مشى لدارهم وهذاك مشى لدارهم وهذاك مشى لدارهم. شنو اللي وقع بالنسبه للناس ديال الدارك؟ بعد ما استمعوا لهاد الناس هادو كاملين بانت بان كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه تما. الا كان فعلا الدري تيقول انا عندي علاقه مع البنت وجيت انا وياها للغابه ودوزنا شوقيه تما ولقيت اللي غاديين خارجين، قال لك تلاقيت مع صحابي قلت له صافي سيري انا غادي نبقى جالس مع الدراري شهدوه، قال لك اودي فعلا البنت راه وقفت معنا تقريبا غير شي 2 ديال الدقائق ومشات. والدري الصغير تيقول انا مشيت للحانوت والرجعه اللي جاي هو داز عند عم البنت، اي جاي عند بويت البنت في الوقت اللي ما لقاش لقى غير العم، قال لي اش بغيتي؟ قال لي راه بغيت نقول لي باللي بنتك راه كذا كذا. قال لك راه هز الموطور وزاد. ولكن في هذه القضيه تيقول اب البنت ديالنا البارح الوقت اللي كنا تنبحثوا وهذا الدري هذا قال لنا هذه الهضره هذه، قال لك خويا قال لك ودير فعلا راجع عندي وما تيقتوش، قلت لي صافي غير سير تلعب. بمعنى العم ما خرجش بالنسبه للاب، تيقول لك خويا قال باللي ما خرجش بالموطور وهذه الهضره هذه. الان الوقت اللي واجهوه مع الدري قال لك راه ضوبني بالموطور ورجع مشى زاد، وانا جاي في الطريق ورجع عندي وقال لي انت تكذب عليا. قال لي الدراري راني لقيتهم غير بوحدهم ما معاهمش البنت، قال لي انت كذاب نتايا. بمعنى العم بحث في هذه القضيه. نزيد نقول واحد القضيه، شتي يقول الدري الصغير؟ قال لك اودي راه الوقت اللي قلتها ليه وتميت جايب البيكالا ديالي هو ركب على الموطور، قال لك وداز من حدايا كتبان لي واحد الزرواطه هازها معاه على الموطور. قال لك مشاو عاود رجع وتلاقيت معاه. العم قال لك اودي فعلا انا رانا جيت عند الدراري وما لقيتش ما لقيتش البنت معاهم. جيتي عندهم؟ قال لك جيت عندهم. الدراري اش كيقولوا في هذه الهضره؟ قال لك لا هذا ما جاش عندنا البارح. العم ديال البنت يعرفوه، قال لك انا ما جاش عندنا. هو شو وليتي؟ قال لك لا انا ما وصلتش حتى عندهم، قال لك غير من بعيد عطاني الدري النعت فين جالسين، قال لك انا غير قربت حداهم تما كيبانوا لي هما جالسين بثلاثه ودرت في حالي. الدري قال لك لا ما شفناش نهائيا. لو كان غادي يجي وغادي يشوفنا قال لك حتى انا غادي نشوفوه، لان كاين غير الخلاء والطريق جات بالمحاذاه على الطريق ديال الغابه وما جالسين الدراري تما. قال لك على الاقل غنشوفوه، كيفاش هو غيشوفنا وحنا ما نشوفوش؟ قال لك ما جاش عندنا. هنا في الوقت اللي كانوا الناس ديال الدرك شادين في الولد اللي مع البنت تقلبات الايه، بان بان العم تيدخل وتيخرج في الهضره كاين شي حاجه ماشي طبيعيه. هو البارح الوقت اللي اختفات البنت الدار بالطم ما قالش هاد الهضره، ما قالش اودي راه جا عندي ولد فلان وقال لي. تا الاب بدا تيبحث ويدق على الناس تصرح ليه هذاك الولد بهاد الهضره، هذا قال لي راه فعلا جا عندي. ما تيقتوش، قلت لي سير تلعب، لانه ما تواجهش مع الولد البارح باش يقول لي لا راه ركبتي على الموطور وكذا. لا الان الدري ولا تيقول هضره اخرى. لما جابوا الناس ديال الدرك باش يستمعوا ليه لعلهم يتوصلوا لشي معلومه تقدر تفيد، تقدر تدل الناس ديال الدرك على المكان اللي فيه البنت الحدود الساعه ما كايناش، كأن الارض شقات وبلعاتها. البارحه كان تيقول لا راه الولد جاي عندي ما صدقتوش، اليوم ولا تيقول لا فعلا انا لما تواجه مع الولد تيقول فعلا انا خرجت بغيت نمشي ليهم وهز واحد الزرواطه قال لي راه مع ولد فلان وكاين حتى ولد فلان وولد فلان. قال لك انا هزيت واحد الزرواطه ديالي غادي ليهم. قال لك لما قربت تما بانت لي البنت ما معاهمش ورجعت في حالي. وفي الاول قال الولد قال لي راني مشيت عندهم وقالوا لي باللي البنت ما معاناش، قال لي انت تكذب عليا. كاين شي حاجه ماشي نورمال تما. بحثوا مع الناس ديال الدرك دخلوا في الخروج في الهضره، بان السيد تيخبي شي حاجه تمايا. الامر ديالو مشكوك فيه. العم ديال البنت رجل تقريبا راه في الربعينات من العمر ديالو، شي 42 43 سنه. غريب. واخا البنت اختفت في ديك الليله ديال عيد الاضحى. الغد لي ما كاينه حتى شي حاجه. الغد لي واحد السيد عنده واحد الارض في لاحيه تما، زارع فيها شي حاجه ديال الشعير وهذا. كل صباح تيبدا يدور بالارض ديالو، كيجيو دوك الكلاب كيبقاو يتمروا تيخسروا ليه داك الزرع ديالو، داك الشعير اللي زارع تمايا. اولا شي حد اللي كيجي تيجلس ليه تما، ولا بهايم تيجيو تياكلوا ليه شي.
قال لك اودي راه واحد الصباح تقريبا جواي ديك 7:30 8 ديال الصباح، قال لك انا جيت هنا تنضرب دويره على الحقل ديالي، قال لك بان لي بان كاينه واحد القطعه، شي حد اللي كان داخل تما هو تبع داك الاثار ديال الاقدام ديال شي واحد كان غادي داخل في داك الزرع، والزرع غادي وتيتلبد مع الارض. قال لك كنلقى بنت فلان طايحه، السيده الدريه مضروبه للراس ديالها، والدريه ميته وشبعانه موت، دماء في ديك الارضيه تما. السيده اش دار؟ عيط على والدين البنت والعائله ديالها وخبر بعض الناس اللي مارين من تما، قال ما ودي تعالوا تشوفوا راه بنت فلان راه طايحه هنايا. تخبروا الناس ديال الدارك، جاو انتقلوا لعين المكان، ولكن الناس ديال الدارك بحكم المركز لابريكاد اللي تابع لهذيك منطقه النفوذ بعيده تقريبا واحد المسافه ديال شي 6 كيلومتر هكاك، شي 6 ديال الكيلومتر، لقاو بان والدين البنت جاو تما وخرجوا البنت، اي هزوها من المكان اللي لقاها هذاك الفلاح اللي لقاها فيه، وخرجوا البنت وجابوا شي حصيره وحطوها عليها، عند بالهم بان البنت راه ما ميتاش. وهادشي تيوقع لبزاف ديال العائلات، ما تيصدقش بان راه واحد الانسان ميت، واحد الانسان تتموت الام ديالو تيقول لك لا المهم مازال ما ميتاش غندير المستشفى وكذا وكذا، رغم ان الطبيب تيجي تيعطي شهاده الوفاه، وهذه حاله حضرت ليها، ما تيصدقش الانسان، ما تدخلش ليه الراس ديالو، تيقول لك لا ربما غير مغيب وربما غير شي كذا وربما كذا. هما جاو هزوا البنت خرجوا على برا. تما كاين هذيك طريق عاديه اللي تيدوزوا منها الناس ديال الدوار، والفلاح فين لقى النقطه اللي لقى فيها البنت تقريبا على واحد المسافه ديال شي 20 متر هكاك، باش دخلات البنت تما باش طاحت. دخلوا الجدر ميت، هي عينوا تما لقاو بان النزيف اللي كان عند البنت كان تما في هذيك النقطه، صافي ديك البنت تقتلات في المكان اللي لقاها فيه الفلاح. قال لك ودي راه الارض ديالي، قال لك انا اليوم جاي تندور على الحقل ديالي، هاد الايام راني تشغلت مع عيد الاضحى وكانوا عندنا شي عائله وكذا، قال لك انا يوميا تنجي تنضرب دويره هنايا. قال لك انا من اليوم العيد الاضحى ما بقيت جيت حتى اليوم، جاي السيد تيبان لي بان قال لك ودي راه لقيت هاد المريره تيسميوها مريره ناس ديال الباديه، بقى غادي متبعتها قال لك لقيت البنت هنايا وهذا الشيء اللي كاين. هذه الهضره وهذه الاقوال اللي تيصرح بها السيد. البنت بحسب المعاينات اللي عينوا الناس ديال الدار مضروبه للراس ديالها، ضربه اكيد بشي اداه اللي هي راده مضروبه خلف الراس ديالها في الخلف، كانت ضربه قاتله ونزيف حاد، لان الناس ديال الدار كيعينوا تما دماء كثيره نزفات من البنت، والضربه ديال الراس راه معروفه. نقلوا الجثه المستودع للاموات، تخبرت النيابه العامه كذلك بالامر. باش نقول واحد القضيه، هذاك الولد اللي تيقول انا راه عندي علاقه بالبنت راه الاعتقال، رغم ان التصريحات ديالو بانت الحدود هذه اللحظه والحدود البحث اللي بحثوا مع الناس ديال الدار بان ما عنده حتى شي علاقه بالاختفاء ديال البنت، الا ان العم راه في حاله مطلوق، خلاو السبيل ديالو، خداو الاقوال ديالو رغم الدخول وخروج الهضره ديالو، الا ان النيابه العامه بعد الاستدانه ديالها ارتأت ان المعني بالامر يتم اطلاق السراح ديالو، في حين الولد اللي تيقول انا في العمر ديالي 23 عام عندي علاقه بالبنت، بقاو محتفظين به. عاودوا البحث من جديد، الان كانت حاله اختفاء، اليوم ولات جريمه قتل، البنت لقات مقتوله. باش نقول واحد القضيه، هذاك الولد الوقت اللي قال الناس ديال دارك انا راني مشيت جبت الكارو للدري، والوقت اللي جاي الدري بحال بقى حاقد على الاخر اللي مع البنت اللي سخر وصحى، وهذا قال غنتقم منه ندوز نقول لعمي فلان راه بنتك معاه ويجي ويدير ليه ويفعل ليه. هذيك هي الطريق ديالو اللي جاي منها. قال لك انا دزت من هنا ما تلاقيتيش مع البنت الوقت اللي كنتي جاي؟ قال لك لا. قال لك بل الاكثر بذلك حتى عمها راه قال لي ما تلاقيتش معاها، البنت ما كايناش. ولكن العم علاش ما قالش هاد الهضره هادي؟ هي الشكوك لاصقه بالعم. جابوا العم من جديد تيبحثوا معاه، الناس ديال الدار تقدموا بواحد الطلب خط النيابه العامه تاشر يمشي لمصلحه الطب الشرعي، لعل الطبيب الشرعي يكشف على الجثه ويعطيهم واحد التقرير شامل ربما حول حيثيات وملابسات الوفاه، ربما تكون شي حاجه شي اعتداء جنسي شي كذا شي كذا. واخا في انتظار هذه العمليه العم بحثوا معاه من جديد. الدري جا عندك؟ قال لك جا عندي. خرجي هزيتي الموتور هزيتي زرواطه. الدري قال شفافك؟ قال لك فعلا انا راه ملي قال لي ولد فلان انا عارفه قبيح وداك البرهوش وكذا وديك قال لك انا هزيت معايا ديك الزرواطه ديالي تحسبا لاي طارئ. قال لك لقى معاهم البنت وهذه وكذا. قال لك هزيتها معايا. زيد
مشيتي وصلتي عندهم قال لك لا ما وصل، غير قربت حداهم وشفتهم. فين شفتيهم؟ قال لك شفتهم كانوا جالسين تما. قال لي غتمشي توريني فين كانوا جالسين هاد الدراري هادو. جابوا الدراري قال لي ودي فين كنتو جالسين بالضبط؟ قال لك ها فين كنا جالسين. هو الوقت اللي جاو معاه الناس ديال الدرك قال لي ودي فين كانوا جالسين، اي ما عطاهمش المكان اللي كانوا جالسين فيه الدراري حتى الولد. قال لك لا الدراري الوقت اللي كانت معاه البنت وسخروني وكذا ها فين كانوا جالسين. الاخر غلط واحد الغلط فادح. هنا منين شدوه الجدرميه، لقاو منين شدوه حي. سيد تيكذب اي لعن، تيقول انا ما وصلتش عندهم، رغم انه هو الوقت اللي رجع وتلاقى مع الدراري قال لي انت تكذب عليا، راه مشيت وسولت الدراري وقالوا لي اللي راه ما شفناهاش وما كانتش معانا. قال لي انت تكذب. اليوم ولا تيقول هضره قال لا انا ما وصلتش عندهم، غادي تيقراطي في الهضره، غادي تنقص. الدري قال لي كلمه والجدرميه تيقول لهم الان كلمه. الدري قال لك ما جاش عندنا. ها هو السيد ولا تيقول لك لا في كانوا جالسين الوقت اللي جيت وشفتهم من بعيد وما لقيتش معاهم البنت، درت دوميتور زدت في حالي. الدري قال لك لا ما كناش جالسين حنا تما. السيد حصل قال لي شريف اللي نطولو ونقصرو الدريه مضروبه الراس ديالها مضروبه، تلقات البنت في الطريق اللي غادي تجي منها انت. التقرير ديال الطبيب الشرعي من بعد خرج قال لك ودي الدريه مازال بكر، مازال بنت، ما عندها لا اعتداء جنسي، ما عندها حتى اثر العنف ما كايناش على الجسد ديال الضحك. قال لك الضربه الوحيده والضربه القاتله اللي عند البنت هي اللي عندها في الراس ديالها في الخلف. ديك البنت هذا اللي ضربها وكان البنت عاطيه بالظهر، ضربها الراس ديالها. السيد عصروا الجدرميه قال لي انت تكذب، انت قلتي الدراري كانوا جالسين هنا وانت كذا وانت كذا، كاين شي حاجه ماشي نورمال. وزيد على ذلك السكته اللي سكت في هذيك الليله دير تخدات بعين الاعتبار. علاش هو غيسكت؟ بنت خو اختفات وعوض ما يقول لهم ودي لا راجع عندي ولد فلان وقال لي لا انت ضربتي الطم. علاش غيضرب هو الطم؟ علاش؟ هذه معلومه كان خصو يصرح بها، علاش سكت عليها؟ واخا السيد بان لي بانه السبيل الوحيد الناس ديال الدرك، لان كل الامور كانت ضده لا محاله. الاخر قال لك ودي البنت انا تنعرفها تنتلاقى معها انا، ولكن ما عمرو كانت بيناتنا، عمرني قصتها وكذا، وانا الدريه بغيتها وكذا وهذه ديال الهضره اللي تيقول. وفعلا الطبيب الشرعي قال لك ودي لا البنت ما عمر، البنت مازال بنت وما كاينش اعتداء جنسي نهائيا، حتى اثر العنف شي واحد اللي كان تيضربها ولا لا. قال لك الضربه الوحيده القاتله هي الضربه اللي في الراس ديالها. العم تيقول بحسب الاقوال اللي غادي تضمنها المحضر الرسمي ديالو حول تفاصيل ارتكابه للجريمه. قال لك ودي في ديك العشيه قال لك كنسمع شي حد تينادي يا فلان عمي فلان عمي فلان، اي تينادي على خويا اب البنت. قال لك ودي الاب البنت ما كانش هذيك العشيه في الدار، خارج عند شي ناس وهذا. قال لك خرجت عنده قلت ليه اش بغيتيه؟ قال لي راه عمي بغيتو نقول لي واحد الحاجه. قال لي اش غتقول ليه؟ قال لي راه بنتو مع فلان، قال لي راه جالسه مع ولد فلان وولد فلان في طريق الغابه. قال لك ودي الوقت اللي قال لي انا هاد الهضره هادي هز الموتور، هز شي زرواطه دايره تما وتم غادي. الدري غادي بالبيكالا ديالو انت ضوبلتي وزدتي. الوقت اللي مشيتي تيقول انا ما وصلتش عندهم، فعلا ما وصلش عند الدراري، تلاقى مع البنت جايه. صافي الدري اللي كان مع البنت عنده بها علاقه ما كذبش، قال لك ودي فعلا راه غير وقفت معانا قالت لي زيدني غير شو، قال لها صافي غير سير انت قربتي وزادت. قال لك تلاقيت معاه جايه. الوقت اللي وقفتها قلت لها فين كنتي؟ قلت لها كنتي مع ولد فلان وكذا وكذا. الدريه بدات تتبكي تيقول بحسب الهضره ديالو هو، قال لها قولي لي فين كنتي معاه وفين كانت الدريه. هو وراكب على الموتور ديالو هربت ليه. الهربه اللي هربت هي الدري، هو تيقول بحسب الهضره ديالو قال لك وقفت الموتور وغادي هاز هذيك الزرواطه في يدو وغادي تابع البنت. هو تيقول لها وقفي، هي دخلت لي تما هذاك الزرع، غادي تيقول لها وقفي وقفي وقفي، عطا الراس ديالها الدريه طاحت. قال لك انا ما كنتش ناوي نقتلها، انا بغيت نوقف البنت، بغيت توقف البنت ضاربه بزرواطه الراس ديالها. حسب ما تيقول الطبيب الشرعي قال لك ضربه قاتله، اللي ضربه سدد الضربه بقوه، اما الضربه كانت بقوه اللي سدد الضرب بقوه، اما الاداه اللي تستعملت، الاداه اللي طبيعه الحال هي راده، قال كانت اداه ثقيله. صافي واخا ما تكونش الضربه قويه ممكن تنزل عليها شي وزن ممكن يؤدي بالوفاه ديال البنت.
قال لك انا ضربتها بزرواطه، حجزوا الزرواطه اللي ضربها مشاو وجابوها عصا ديال الخشب. قال لك اودي راه حيدتها غير من واحد الفاس، حيد هذاك الفاس رباه وخذ الزرواطه وغادي تيقلب على ما. قال لك انا ما جايش للبنت، انا جاي على اللي كان مع البنت. لما قال لي راه ولد فلان، هو دور الهضره في راسو كيفاش البنت مع ولد فلان، واش يقدو واش هذا واش. قال لك انا جاي ليه. قال لك وهذه هي الهضره، هذه هي الاقوال اللي هادشي اللي وقع بالضبط من الالف الى الياء بحسب التصريحات ديالو. القتل دون نيه احداثه. تحرر في الحق ديال هذا المعني بالامر واحد رسمي بعد ما تمت اعاده تمثيل الجريمه في القضيه والتوثيق ديالها والتحركات ديالو. ها فين وقفت، ها فين كذا، ها البنت فين هربات ليا، ها فين كذا. البنت تيقول بحسب البنت كانت غاده هاربه ليه مع الطريق نيشان، شويه دخلت ليه لهذاك الزرع. قال لها ربما شوف الدريه شنو قال لها الله يرحمها، هو ديك التبعه اللي تبعها الدريه تيقول لها وقفي وقفي وهي غاده ويعطيها الراس ديالها. تقدم كيف قلت معني بالامر العداله بشحال غادي تحكم 23 سنه. 23 سنه ما عرفتش واش هو حكم مخفف واش الله اعلم، ماشي هادشي اللي تيهم. مستفاد متابعينا الكرام من هذه القضيه هذه بالضبط، في شي حالات واحد القضيه تتوقع كيجي شي واحد تيقول لك راه اخوك مضارب او لا راه امك مضاربه ولا باك مضارب، انت شنو تتوقع؟ ما كاينش مجال للتفكير، ما كاينش الوقت للتفكير وكيفاش غادي تتصرف وكذا. في ديك اللحظه كتسمع باك اختك ولا الام ديالك ولا هذا شنو تدير؟ تتحتي على واحد الزرواطه ولا داكشي اللي لقيتي حداك وتتم غادي في حاله لا وعي. ما واعيش شنو تدير، كتلحق تلقى باك ولا خوك مشانق مع واحد، كتجبد داك الموز ديالك كتوليو غادي للحبس جمله. تا خوك ومن معاك واللي جا قال لك وكذا وكذا وكذا. هادشي تيوقع بزاف. السيد غير يسمع بان راه بنت خوك كذا كذا وديك الغيره الزايده، من حقك تكون فيك الغيره. الراجل هو الغيره اللي تيغير على الاهل ديالو، يغير على عائلته، يغير على الحرمه ديالو مزيان. ماشي هذيك الطريقه، ماشي هذيك الطريقه. هزيتي زرواطه وغادي فين غادي. لو انه مشاو لقى البنت مع الدري بقى تيقلب تما في ديك الغابه وكذا وكذا، كانت تكون هضره اخرى. اما غيقتلوه اما غيقتلهم، اما غيقتل هو الولد اما غادي يقتلو. كانت كارثه. عوض ما يعيط لباها ويقول له ودي راه جي راه شنو كاين فين البنت، ونتصلوا بالبنت مشات عند دار عمها وياكد لينا بلي ما كاينش عمها، ونجيو نجلسوا البنت ونلقاوها معاه ونمشيو نديكلاريو بان البنت راه السيد كيقوم بتغرير ديال القصير وكيستدرجها للغابه وتيديها كذا. تكون هضره اخرى وتفاصيل اخرى، ماشي القتل. وانا ذكرت هذه القضيه في واحد الحلقه في بدايه مشوارنا في هذه القناه هذه، ولقيت واحد مجموعه هذا الكم هائل ديال التعليقات ديال بعض الناس لما تقول له دير لا راه ماشي هي دي الطريقه الصحيحه باش انك ماشي غيره هذه. تيقول لك لا انا راه نلقى اختي مع شي واحد راه نقتلو، او لا شي واحد يتحرش ليا بختي راه نقتلو. واش تحدي؟ واش ما عرفتش. الا كان تحدي ذكرت انا باللي انا لست ابيك ولا اخيك ولا اعرفك، ولا مشيتي للسجن لا احس بك لانني لا اعرفك بالاساس. ولو انني غادي نكون تنعرفك، واش غادي نحس بك؟ راه الحقيقه نقولوها. واش غادي نحس بديك المراره ديال السجن اللي تتحس بها انت رغم الانسانيه وكذا؟ ما غاديش نحس بها، لان 600 مليون الف واحد راه تمشي للسجن، واللي دار الذنب راه يستاهل العقوبه. انا ما غادي نجيب لك كارو، ما غنجيب لك قفه واخا ما بقاتش القفه، ما غنحس بك، ما عايش حياتي بشكل طبيعي، ما انت خويا ما انت با ما حتى شي حاجه. ولكن كيف تيقولوا النصيحه ما تقتل ما تتحي. اسمع الكلام ولا ما ديرش به، واحد النهار غتفيق. لان صعيب يجي شي واحد يقول لك واختك مع فلان، راه ماشي سهله، راه كلمه قداش وفعل كبير بزاف واحساس خايب. ولكن واش نمشي نهز موس ونمشي نضرب هذاك السيد نقتلو ونمشي انا للسجن هو يمشي للقبر؟ ايوا وهذيك اختك كاين غير واحد في الدنيا اللي كان تيتحرش باختك، كاين ذكر واحد خلق الله في الدنيا كلها. باش نقول واحد القضيه باش نكونوا صريحين باش يعرفها الكبير والصغير، راه لما تخرج الزوجه ديالك
ولا تخرج البنت ديالك ولا تخرج الاخت ديالك، كون على يقين بان 20% ديال البشر اللي تدوز من حدا تيتحرش بها وتيشوف فيها وتنظر لها، كون على يقين. ولكن واش مرتك كتجي تقول لك راه فلان تحرش بيا وكذا، ما عمرها تقدر تقولها لك، لان هذا الشيء ولا جاري به العمل عادي جدا. هذا هو المجتمع ديالنا مع الاسف، مع كامل الاسف هكا داير. كاينش الاحترام، ما كاينش كذا، ما كاينش احترام. واحد السيده راه حتى انا راه عندي الاخت ديالي، وحتى انا عندي بنتي، وحتى انا عندي امي، وحتى انا عندي كذا. ما كاينش هاد الفكر هذا. وحده دايزه واخا تكون دايره النقاب واخا كذا راه تيتحرش بها. عزكم الله اقولها، راه الوليدات الصغار وما قالوهمش، بقى غير يقيل وحده منقبه ولا وحده غدا مستوره ولا لابسه المستور وحاضره راسها، والله ما يعقل عليها، والله ما يتفك معاها، ضروري نروح لها الهضره ويتبعها وغادي كذا كذا، تابعها بحال الجرو بحال الكلب. اقول اشبيه اللي كيتبع البنت وغادي وتيطلب فيها عافاك النمره وهادي وكذا، وداك الكلام ديال اللي تيقول ليه والبنت غير يقول لها هذا الكلام، داك الكلام ديال الزين وديك الهضره الخاويه ديال التبرهيش كذا. زعما البنت راه ذكيه باش تعرف، البنت ذكيه وواحد العنصر عنده واحد الميزه ديال الانتقائيه. المراه الذكيه ما عندها ما دير بالراجل اللي تيتبع هذه وهذه، هذا تتبان لها بحال شي كلبه اللي كانت تيتبعها. المراه تتقلب على راجل، ديك الهضره ديال لا ونطيح في الشبكه وكذا باش جوج كلمات نحفظهم وكذا وكذا، هذا النوع هذا خصو يتحرق والعياذ بالله، واستغفر الله العظيم على هذا الكلام. لذلك باش نكونوا واقعيين، اللهم ان كانت الحيلوله دون وقوف بعض المتاهات، هذه امور ولا بد في المسار الحياتي ديالك غتوقع لك هذه القضيه. الشيء غتشوف بنتك، ولا اليوم راه تلقى واحد القضيه نبغي نسلط عليها الضوء. كتلقى شي واحد غادي هو ومرته، غادي هو وليداته هذا، وما تيعيش الحياه، ما عايش حياته مزيان، غادي خارج غير بالزز مع مرته ومع وليداته، ما غاديش مركز مع مرته مع العائله ديال، لا غادي مركز مع عباد الله اللي تيشوفوا لي في مرته، وتيبقى تيخنزر في عباد الله وكذا وكذا وكذا. وشحال قدك؟ راه نعطيك واحد الشارع طويل على طول ولا امتداد واحد الكيلومتر، وانت غادي وغتلقى هذا تيشوفك، هذا تيشوف مرتك، هذا تيشوف بنتك، هذا كذا هذا كذا. واش غتبقى تخاصم مع هذا وغير تزيد شويه تخاصم مع الاخر علاش تشوف مرتي؟ انا هادشي شفته بعيني. رجل غادي مع بنيته جوج، وقفتي غاديين على رجليهم، وقفتي وعيطتي له خينا، قلتي لي اجي انت نهضر معاك في القهوه، خرج عندك الدري قلتي لي علاش تشوف فيا، وبديتي تعطيه في الدروس، قلتي لي واش ما عندكش خواتاتك وكذا. تجمعوا ليه الناس، قال لي ويضربوا شنق عليه الناس، ولا تيقول لي طلق الدري وهضر معاه، طلق الدري، والدري تيقول لي انا ما شفتش فيها، انا ما شفتش فيها وكذا. وبنات ولاو تيقولوا لي صافي بابا وكذا. عرفتي شفت واحد الديكور، واحد الاحراج اللي ربما داك السيد ودوروه هذوك الناس. اطلق الدري السي، ما تضربش الدري، ما عندكش الحق. وقفوه قال لي لا تيجيو سيدي البوليس. وقف انا الدري ضربتيه، والدري صغير تقريبا، الدري في العمر ديالو شي 17 ولا 18 عام. الناس قالوا لي لا ضربتيه، وضرب الولد صفعو بيدو شانق عليه، جمع لي ديك القميجه عند عنقه وشادو مزير. كنقولوا حنا شانق عليه، تضرب في الدري، تشوف ما عندكش خواتاتك وكذا باغي تربي الدري. قال لي لا، الناس قالوا لي لا سيدي تيجيو البوليس، الدري هذا وشنو غتمشي عند البوليس تقول لي مراه درت لي هكا حيت شاف بنتي، والشهود شاهدين بانك جيتي عند الولد وقلتي لي اجي نهضر معاك انت، هما جوج جالسين في القهوه، غيضحكوا عليك وغتقلب لك على راسك. الانسان يتقبل المجتمع اللي تعيش فيه، ولو يكون سيء ولو يكون جميل، خاصك تقبليه. هكا انا عندي اختي واعلم جيدا بانها حقيقه يتحرش بها كهنا وهناك لان هادشي تنعرفوه. شنو زعما احتمالات غتكون دايزه هي بوحدها اللي ما غادي تحرش بها حتى شي واحد؟ يمكنش. لذلك الانسان بحال هاد الامور هذه ما يبقاش يركز فيها. خارج مع العائله ديالك، ركز اسيدي مع وليداتك. شوف غير ما يجيش عندك شي واحد تما هضره اخرى، اما دايز ولا واحد تيشوف ولا كذا ما يمكنش. نتمنى متابعينا الكرام ان هاد الرساله هذه تكون وصلت، واعتبرت هذه الحلقه هذه حلقه مهمه، وربما هضرنا في هذه المواضيع في اكثر من حلقه واكثر من جوج اكثر من ثلاثه. في الكثير من المرات ذكرنا هذه الامور هذه. الانسان يكون ذكي،
والغضب والسرعه راه ما غتجني منهم الا ما لا يحمد عقباه. ما يمكنش غادي تفلح في شي حاجه جات من الغضب وجات من السرعه وكردة فعل سريعه، ما يمكنش تربح منها شي حاجه، كاين غير الخساره. ما لا يحمد عقباه هي السجن، هي الموت، المهم شي حاجه اللي ما عمرك توقعتيها خايبه توقع لك. خارج مع ولادك، سير سيدي خارج مع وليداتي غندي لشي مقهى يضحكوا يلعبوا شويه وندخلهم في حالي، شاف فيا فلان ولا ما شاف اسيدي يدبر راسو ما نشوفش فيه، سينو راه غادي تخاصم مع المجتمع كامل، مع كامل للاسف. كانت هذه مسطره لحلقه اليوم. اشكركم متابعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.